حاجات مهمة جدا جدا تاخد بالك منها وانت بتشطب شقتك. هكلمك النهاردة عن تفصيلة تخص بند الجبسون بورد، على قد ما هي صغيرة بس بتبوظ الشكل العام. تعال اوريك حاجة. على سبيل المثال مثلا أوضة زي دي معمولة جبسون بورد اهو، بيت نور، هو عريض شوية. شغل الجبسون بورد هنا بصراحة ممتاز جدا، الراجل ما عندوش أي عيب. الزوايا الميتال حتى برضو الفلات متقفل الكورنر بيد، بصراحة شغل 10/10. انا ما انكرش عليه اي حاجة خالص، بس هي في تفصيلة صغيرة. شايف الزاوية دي اللي هي التقاء الجبسون بورد مع الحيطة؟ الزاوية دي المفروض انها بتتشيش بطريقة معينة. لازم الشاش يكون راكب بالطريقة دي. هي معمولة شاش اصلا، لو خدت بالك اهو في شاش اهو، بس الشاش مش معمول كده زاوية، لازم بيتحط زي الزاوية. طب هو فايدته ايه؟ هو احنا اصلا حاطين الشاش بالطريقه دي علشان خاطر انه ما يعملش تنسيم. والتنسيم لو مش فاهم، هو خيط بيترسم كده في الزاويه، بيبقى زي نظام كانه شرخ. طب احنا مش محتاجين كده، يعني الجبسون بورد معمول ده عشان يكون شكل جمالي، ما ينفعش باي حال من الاحوال الشكل الجمالي نبوظه. والموضوع بسيط جدا، انك وانت بتستلم الجبسون بورد لازم تاكد 100% ان الصنايعي بتاع الجبسون بورد عامل لك الزاويه دي، مش هيشها لك. ومش مشيشها بس، لا، لازم يشيشها بزاويه زي ما انا وريتك. يعني شايف دي مش معمول فيها الشاش، فاصبح فيها مشكله، والشغل كله مع التشطيب هيبقى فيه نفس المشكله. علشان تتلاشى المشكله دي لازم الشاش يكون راكب بالطريقه اللي انا وريتها لك، اللي هي الطريقه دي، وبيتمعجن وبيتوه مع الحيطه. تاني حاجة، لو عندك زاوية لو عندك سقف فلات مسطح بالشكل ده وعايز تظبط الحواف بتاعته، لازم يركب له الزاوية اللي انت شايفها دي بيتقفل عليها بالمعجون عادي، مفيش اي مشكلة، علشان خاطر الزوايا يمين وشمال تطلع معاك ستريت. لكن فكرة ان انت نقاشها يظبطها والكلام ده ما بتجيش. شغل الصح لازم يتعمل صح من البداية. وهي الزاوية اللي بقول لك عليها بعد ما اتعملت. طبعا في التشطيب الموضوع بيختلف تماما. عشان تستلم الشغل صح من النقاش لازم تأسسه صح، مفيش حاجة اسمها النقاش هيظبطها. كفاية بقى، الله يبارك لك. بس خلاص، سلام.